والله بحسدك على برودك. في كلاب هنا غيرك؟ كلاب غيري ايه يا ارض يا تافه؟ ما انت شايف مفيش غير انا وام دوناتيلو. مالك بتعمل كده ليه؟ انا خلاص بقيت بايظ بيولوجيا. لا 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 تقلق يا صديقي، دي مجرد اثار جانبيه من الحقنه. وبعدين انا جايب لك خبر حلو هينسيك اللي انت فيه. توت ريرع، ايه الحاجه اللي انت كنت مستنيها بقالك فتره؟ جبت لي جرثومة المعدة عشان احللها. اجيب لك ازاي جرثومه المعده؟ هو انا منظر؟ انا جبت لك رغبه. جبت لي رغبة عشان احللها؟ كفايه بقى معامل وتحاليل، اخرج شوف الحياه شويه. رغبه اللي هنا طلعت بتحبك. تحبني ايه يا عم؟ دي كل ما بتشوفني بتتف على وشي. تف على وشك؟ ما هو ده اكبر دليل ان هي بتحبك. انت عالم وتعلم اكتر مني ان البصق ده ايه؟ ما هو الا ماده لزجه بتلزق في جسد الانسان، يعني هي عايزه تلزق فيك. ايه ده؟ في الحقيقة انا ما خدتهاش بالمعنى الرومانسي الجميل ده، انا خدتها بالمعنى المقرف اللي كلنا عارفينه. المهم ان المعنى اللي انا قلته لك اقنعك جدا. يعني تلزق لي؟ الله. طب يلا عشان تلحقها، مستنياك تحت. دلوقتي؟ ايوه حالا. لسه قايله لي قاعده مستنياك، يلا قبل ما تتف على حد غيرك. لا انا هنزل حالا. السلام عليكم. الو، بوليس الاداب، لو سمحت عايز ابلغ عن حاله. ايه ده؟ حطوني على الويت ليه؟ انا مش عارف انا بعمل كده ليه في صاحبي. سامحني والله، ما اعرفش انا من امتى بقيت ندلي كده. ايوه يا فندم، هديكوا العنوان والحاله بالظبط. يعني ينفع كده يا ست رغبة؟ يعني نتمكيج والراجل الغريب ده قاعد كده؟ ايوه صحيح يا ست راوي، ده انا لو جوزي عرف ان في راجل هيقطعني. راجل ايه؟ ده المساعد بتاعي الواد مجدي استشوار. واد؟ انا الواد مجدي استشوار فعلا. حضرتك ممكن تحطي الايلاينر على الشفايف عشان الشفطوره تشفطر. هتفضحني. ايه ما بتشفطرش؟ قول لي بقى يا سي مجدي، عايز تتفق على ايه؟ يعني انا عليا ايه وانتوا عليكوا ايه؟ انتوا؟ انت، ما انت المسؤول على كل حاجه، انا فاهمه. انت ولي الامر بقى. في الحقيقه انسه رغبه، انا كنت. طب هو حضرتك ممكن تخلصي شغل وبعد كده نتكلم براحتنا؟ يعني قدامك ايه؟ انا فاضل لي بس العيون هرسمها وخلاص. لا، ما رسمه العيون دي ممكن تخلص في يعني تايم قد ايه وقت؟ خلاص يا اخويا، قربت اخلص ونقعد نتكلم براحتنا. ولا اقول لك انا سامعاك، قول يا اخويا. في الحقيقه رغبه، انا جوايا رغبه. ايه ده؟ ما شاء الله، انتوا ازاي لفيتوا كده وانتوا بتحلقوا؟ دي غريبه، ده انا الحلاق بيمسمرني في الكرسي، لو اتحركت بيديني بالموس. انا بمكيجهم يا اخويا، مش بحلق لهم. انت بتحلقي لي انا؟ ما شاء الله، انت ازاي ما قدمتيش في برنامج المواهب؟ ده انت تكسبي جدا، ده انت شغاله 2 في 1. بجد والنبي؟ يعني انا موهوبه وشاطره قوي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا جماعه كفايه توتر بجد، يعني انا اصلا متوتر خلقه. انا هطلب اكل، تحبي تاكلي معايا؟ والله فكره. تاكلوا ايه يا بناتين؟ لا مفيش داعي يا ست رغبة، ربنا يخليكي. تسلمي يا حبيبتي، شكرا. لو النعمه ما تمشي من هنا غير وانتوا واكلين، ده الدكتور هو اللي عازمنا بذات نفسه. يمكن كده ماشي. هتطلب ايه؟ نص فرخه. ودي هتكفينا كلنا؟ لا دي ليا انا. بألف هنا على قلبك يا اخويا، والنبي انا سعيده ومبسوطه قوي انك منورني هنا. والله ده انا اللي مبسوط. ما خلاص بقى يا جماعه، ايه كل شويه ايه بني ادمين على رمان بيلي ور في ايه؟ اتفضلوا وكملوا. ركزوا معايا. مساء الخير يا دكتور، خير ايه اللي حصل؟ احتنوب يا دكتوره، احتنوب. لما كلمتني قلت لي تعالي اتخضيت اكتر. دكتوره رانيا، انت عارفه قد ايه انا دكتور محترم وعلى درجه عاليه من الاخلاق، ودائما اقف جنب زملائي من البشر امثالكم، بطلع جدع وعمري ما كنت ندل.
صح ولا لا؟ على ما اظن. بس ليه المقدمه دي؟ ما تخش في الموضوع على طول. ايوه، ما هي المقدمه دي هي الموضوع. كنت حابب اقول لك ان دي صفاتي اللي كنت عليها، انما صفاتي الحاليه فجاه بقت زي صفات بعض الكائنات الارضيه من امثالكم. بقيت عديم الاخلاق، ندل جدا، بشعر بلذه في النداله غريبه. يعني النداله دي ليها طعم برضو. هو البرفان ده ديور ولا LV؟ لا جيفونشي. جيفونشي. ما هم نفس الاونر، عشان كده تحسي فيهم نفس الرونق. ما تجيبي بوسه يا دكتوره. يا حيوان، تصدق انا ما كنتش عارف ان انت بني ادم كلب ونجل. لا بعد اذنك ما تقوليش بني ادم. كلب ندل، ما دي حقيقه انا لسه قايلها، انما بني ادم زيكم لن اقبل. تصدق بقى ان انت بني ادم و60 بني ادم. طب على فكره بقى يا دكتوره، الاهانه بتلف وترجع لصاحبها. انت ليك عين كمان تتكلم؟ انت ايه اللي جرالك يا دكتور طلعت؟ لسه مستندل مع صاحبك ودلوقتي بتستندل مع زميله محترمه. وايه اللي بيحصل ده؟ انا من ساعه ما خدت الحقنه دي وانا اشعر بصفات غريبه. ايه يا دكتورة رانيا، ازيك عاملة ايه؟ مش كويسه. ايه ده ليه؟ رانيا؟ تاكلي ايه؟ ده اكل كلاب. مش عارفة؟ طعمه كده حلو قوي، ده لذيذ موت. في حاجه غلط، في حاجه غلط. مش قصدي، انا اسفه. يعني على فكرة انا لسه شارياه، يعني الاكسبايري ديت بتاعه ما جاش. مفيش حاجة خالص. حلوة دي يا متعجن في الفجرية، وديك جدا كوكو كوكو في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعي، يجعل صباح الخير. ايه ده صباح اهدى، بلاش استباحة. اهدى بس. يا دكتور أيوب، ايه؟ هذه أخبار مدهشة. التجربة نجحت. متشكر. مع السلامة. إذا هذا هو الذي كان مطلوبا بالفعل. خير يا دكتور؟ ده الدكتور أيوب المشرف على التجربة، بيقول لي إن النتائج الأولية في البحث تقريبا جابت نتائج جيدة. أيوة بقى يا دكتور يا مسهل، بكرة صوركم تبقى على غلاف كل المجلات العلمية. والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية، يلا بينا على باب الله صنايعي. لما انت تقرر ما تشوفوش. على فكره بقى اجابتها كانت احلى. هي الناس دي بتسقف على ايه؟ انا مش فاهم حاجه. عايزين ينجحوا يا عم. بس اسكتوا بقى واهدوا كده، خلونا نستفاد. دكتور فرناس جابنا هنا عشان نستفاد بقى. الطاقة الإيجابية هي المسؤولة في تصرفاتنا، هي اللي بتتحكم في انفعالاتنا، هي اللي بتتحكم في حياتنا. الإنسان عبارة عن مراية. الإنسان عبارة عن مراية بتعكس كل اللي بيشوفه قدامه. فلو انت بتتكلم بإيجابية وكلام حلو هتسمع كلام حلو، لكن لو انت بتتكلم كلام محبط يائس سلبي هتسمع كلام سلبي ومحبط. نشوف تجربة عملية، بس أنا محتاجكم معايا، محتاج متطوعين. طوع؟ تصدق طوع يا استاذ؟ طوع يا باشا؟ طوع يا باشا؟ لا انا واخد اعفاء، مش مفيش حد. لا احنا قلنا ايه؟ ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما. ترقص غصب عني ارقص. انت واللي جنبك واللي جنبك. ليه حضرتك اللي جاي هو عايز يرقص ما يتنيل يرقص؟ انا مش عايز ارقص حضرتك. غصب عنك ارقص. ايوه، وبعدين ما ينفعش ارقص من غير فرقه. يلا نشجعهم يا جماعه. تشجيع. برافو. يلا نرقص دلوقتي.
حاضر. ما شاء الله. عندنا 3 شباب بيشعوا طاقة وأمل وحياة. انتوا صحاب؟ يعني انت يا بابا، انت يا حبيبي، انت يا بابا. ايه يا باشا؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه؟ برسم بط. من حقه، من حقه يرسم بطة. لو ده هيحسسه بمشاعر إيجابية يبقى من حقه يرسم بطة. انا ممكن ارسم بابي بيج كمان. بعدين ممكن ترسم لنا ملوخيه مع البطه؟ بعدين اتقل. نرجع لموضوع. احنا معانا 3 شباب، انتوا اصحاب؟ لا لا احنا اصحاب. هو صاحب البطه، انما احنا الاثنين صحاب جدا. هايل، حلو، برافو برافو برافو. قول لصديقتك كلام حلو. ايه ده؟ ايه الطلب الجريء ده؟ قول لها كلام حلو. يعني ايه اقول لها كلام حلو؟ قول لها كلام حلو. انا بتكسف. قول لها كلام حلو بقى. الحقيقة كل الكلام وكل المشاعر وصلوا لي بنسبة 100%. يعني بجد مش عارفة أقول لك إيه يا دكتور. كل الكلام انا والله ما قلت لها اي حاجه. مش كفايه يا دكتوره، مش كفايه. لازم يوصل لنا كلنا. لازم الفايبس دي توصل لنا. لازم الطاقه توصل لنا. قول لها كلام حلو. انت لو عايز تعكسها اعكسها. قول لها كلام حلو بقى. حاضر، لو ده اللي هيخلصني ماشي. تعرف يا دكتوره ان انا اول مره اعرف سر التحنيط. الله، شكرا قوي يا دكتور طلعت. الله، هو قال ايه؟ هو ايه اللي هو قال؟ انا مش فاهم حاجه. انت يا ابني انت من الاسره الكام؟ ايه سر التحنيط ده؟ لا ما هو سر مش ينفع اقوله لك. يا اخي بقى تقلي دمك بقى. برافو برافو برافو. اعتقد كده ان انتوا انسب 3 شباب للتجربه. رحبوا معايا باول 3 شباب في تجربتنا، تجربه بطاريه المشاعر. برافو برافو برافو. أنا مع حضرتك يا دكتور في التجربة. ايه اللي انا مش معاك، انا مش محتاج بطاريه، انا معايا باور بانك. انا بطاريتي مشحونه، محدش هيلمس بطاريتي. وتجربتنا هتكون مكافئتها $500 للفرد الواحد من اللي هيشتركوا في التجربة. انا بيتر لو وموافق اشحن البطاريه. هو حضرتك بكام؟ دولار ولا بتاع بنك الحظ؟ دولار. اللي بيطلع ده معاك يا دكتور، معاك في التجربه. أنا كده مشتركة يا دكتور مع حضرتك من الأول، قلت لك. المهم يا ولاد ان انتوا لازم تفتكروا ان انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق، مهما الايام تتغير، ما نسيتش ان انا مخلوق. برافو برافو برافو. هو ده ديسكو مصر يعني؟ هيقول عاشور 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 دلوقتي؟ مش عارف، ده تقريبا اللي ملحن له المحاضره دي حميد الشاعري. ما تسمعنا حاجه بقى. كهرباء انا هقول كل حاجه يا باشا، هقول كل حاجه. هو لا كلا، ولو مش مصدقني اسال قتيله. اهي كهرباء. انا لسه ما عملتش حاجه، انا ما لمستكش، انتوا متصلين بفاكس. ايه ده؟ يعني احنا ما بنتكهربش لسه؟ امال رابطنا ليه طيب بالمنظر ده؟ بصوا يا رجاله، على الدغري كده، المصلحه دي كسبانه. تجربه حلوه وسهله وكلنا هنطلع منها متشبرقين. لا مؤاخذه يا دكتور. دكتور ايه بقى؟ لا مؤاخذه يا استضيائي، يعني التجربه دي صعبه علينا حبتين. يابا ما هي صعبه بس مكافئتها بالعمله الصعبه. طب اقول لك، كانت صعبه بس معايا سهله، كانت ناشفه بس معايا سايبه، مقلوبه بس انا بعدلها، كركوبه بس بحن لها. ايه ده؟ مش الراجل ده كان هاني شاكر ومحمد منير وحاجات كده؟ قلب ليه خالص كده؟ يا عم هو ذكي، عارف ان ده اللي شغال اليومين دول. يعني مشوا الدنيا معايا، خلوا التجربه ترزق ونسترزق كلنا وقدموا المشيئه. معلش يا انكل ضيائي، بس هو انا مش جاهزه كيميائيا خالص بصراحه. هو انا ممكن اعتذر؟ يا سلام، مش كان برافو وقعدتي تسقفي ومهيصه دلوقتي اعتذر؟ لا ده وقت ما كان دكتور، لكن هو دلوقتي سمكري، فمعلش انا متاسفه جدا يا انكل. انا بعتذر. تعتذر دي يا عدله لما اكون عازمك على كافيه تي هازل نات سكيمد ميلك اكسترا شوت. ايه ده؟ حافظها ازاي دي؟ ايه الاوردر ده اصلا؟ انما دي تجربه
انتوا ماضيين على ورق والناس شافتكم وانتوا موافقين. يعني هنعملها بالعافيه يعني؟ لا ده انت صوتك عالي. انا اسف. طب شوف انت تعرف تعمل ايه، هو يعرف يعمل ايه، انا اعرف اعمل الاتنين. ايه ده الله يا ابن اللعيبه بيعرف يعمل الاثنين، طلع ب4 ايدين. اظبط ياد، اظبط بدل ما افضي لك البطاريه واخليك بلا مشاعر. على فكره بقى يا استضيائي، احنا مش لوحدنا. قديمه قوي، قديمه قوي من قبل ما اسمعها، يعني مش ممكن. كداب. طب قول لي كنت هقول ايه؟ كنت هتقول له احنا مش لوحدنا وفي ناس عارفين ان احنا هنا، ولو ما رجعناش في خلال 10 دقايق هنبلغوا البوليس. قديمه قوي والله يا ابني. قول له حاجه جديده من الحاجات اللي بيقولها. قول له بفتنا تعاشر البظابيز يا سمك شعره يا بظابيز. بظابيز ايه يا عم الدبدوب انت؟ لا انا هخوفه. على فكره بقى دكتور فرناس مأمنا كويس. دكتور فرناس؟ اه. يمي 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 يمي. شفت اترعب ازاي؟ اترعب ايه؟ شفت انت عملت فينا ايه؟ الراجل كان دكتور محترم بقى سمكري، بقى خالتي بديعه. حصل لنا الرعب يا اخويا. يا دي افهم، انا مش عايز اذيكوا. قديمه. هتقول انا مش هاذيكوا طول ما انتوا شطار وبتسمعوا الكلام. دي بقى اللي قديمه وكليشيه قوي. انا قصدي انا مش عايز اذيكوا، انا عايزكوا تعملوا تجربه، وتجربه سهله وبسيطه زي كل التجارب اللي انتوا عملتوها قبل كده. ايه ده؟ هو حضرتك يا انكل عرفت منين كل التجارب اللي احنا عملناها؟ اوه بقى يعني مش قصدي، بس انا عايزه اعرف بس هي التجربه دي عباره عن ايه بالظبط؟ حقك. بصوا يا رجاله، تجربه بسيطه وسهله، اختراع عملته شركه. عارفه؟ مش ده القشطوزه؟ ده اختراع تحفه. اهلا وسهلا دكتور مجدي، ممكن تعرفني بنفسك؟ حضرتك احنا فينا من بعض. نفس الانتنه. ايوه. انا بستشعر بيها الناس وانا كمان. طيب اتفضل. انا دكتور مجدي امال، كليه العلوم قسم الاحياء، واول دفعتي. لا ما تقولش، انت ابن الدكتور عمرو امال غول الطب البيطري؟ ده كان حبيبي يا راجل، حبيب قلبي. ممكن تسلم لنا عليه، اقول لك هات رقم وانا بكلمه. لا الحقيقه يعني انا كائن حي، ووالدي كائن حي اخر تماما، فاحنا ملناش علاقه ببعض قوي.